في ناس كل سنة حياتها بتتغير، وناس تانية كل سنة بتفضل مكانها. نفس العادات، نفس الأعذار، نفس الخوف. والسؤال هنا، هل المشكلة في الحظ ولا المشكلة فيك أنت؟ الفيديو ده ممكن يغير طريقة تفكيرك بالكامل لو سمعته للآخر. أغلب الناس فاكرة إنها كسولة، لكن الحقيقة هي مستنزفة. كل يوم سوشيال ميديا، مقارنة بالناس، تفكير زيادة، خوف من الفشل وتأجيل. وعقلك بيتعود على الراحة السريعة، فيديوهات قصيرة، دوبامين سريع، هروب من الواقع. عشان كده أول ما تيجي تبدأ حاجة مهمة تحس إنك تعبان. أنت مش خايف تبدأ، أنت خايف تفشل، وخايف الناس تشوف فشلك، وخايف تتعب وفي الآخر متوصلش. بس اسمع دي كويس، كل شخص ناجح كان مرعوب في البداية. مفيش حد واثق 100%. الثقة بتيجي بعد الحركة، مش قبلها. الناس اللي حياتها اتغيرت اتحركت وهي خايفة. لما أكون جاهز هبدأ، دي أكبر كذبة ممكن تقولها لنفسك، لأنك عمرك ما هتحس إنك جاهز. دايما هيبقى ناقصك حاجة: وقت، فلوس، خبرة، دعم. لكن البداية الحقيقية بتحصل لما تتحرك رغم النقص. كل حاجة عظيمة بدأت بخطوة صغيرة جدا. احنا بقينا عايزين نتائج سريعة جدا. عايز جسم مثالي في أسبوع، فلوس بسرعة، نجاح بسرعة. ولما النتائج تتأخر بنستسلم. لكن الحقيقة، أي حاجة قوية بتاخد وقت. النجاح الممل البطيء هو النجاح الحقيقي. مش لازم تغير حياتك كلها النهاردة. ابدأ بحاجة صغيرة. اقرأ 10 صفحات، امشي نص ساعة، ابعد عن الموبايل ساعة، اشتغل على حلمك حتى لو 20 دقيقة. السر مش في الحماس، السر في الاستمرار، حتى لو ببطء. بعد سنة من دلوقتي، يا إما هتكون فخور بنفسك، يا إما هتندم إنك ضيعت وقت أكتر. وفي النهاية محدش هيجي ينقذك. ابدأ أنت. في نهاية الفيديو لو عجبكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وحطوا لايك وتعليق يقربنا من بعض.